السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم غير بجوج بيضات وواحد المكون اللي هو سحري، مكون اللي غيجيكم شويه غريب شويه بيزار، ولكن صراحه كيجيب الكيك من داكشي رفيع للكيك ولا المادلين ولا يعني الا بغيتو تصاوبوا بحال هكا الكيكه ديال الشكلاط ولا كيجي صراحه يعني مكون اللي هو سحري، غتفاجئوا به وبالنتيجه. غادي نصاوبوا ان شاء الله به المادلين، وغادي نصاوبوا هذوك لي ميني كيك بدوك لي مول ديال الميني بسبوسه. كيجيو صراحه خطيرين خطيرين خطيرين، كنتمنى تجربوهم ان شاء الله. غادي اول حاجه اول الناس غادي يعجبهم هما وليداتكم طبعا اللي كيحمقوا على الشكلاط. شوفوا كيف كيجيو من الداخل، هنا طبعا باقي سخونين، انا حليتهم هما باقي سخان. كيجي فيهم هاد البيبي شوكولا من الداخل، كيعطيهم واحد التعليكه زوينه. وهادو اللي صوبت بهذوك اللي مول ديال الميني بسبوسه، وزينتهم هنا كما كتلاحظوا بالمربى ديال المشمش وبالبيبي شوكولا، ودرت فيهم هذاك الجنجلان الابيض. جاو خطيرين صراحه في المذاق. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم من الاعجاب ديالكم حتى نتوما. ما تنسونيش بالاشتراك ديالكم الا كنتو باقي ما شاركتوش في القناه، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. وخليو لي جيم طبعا الى عجبكم الفيديو. ما تنساوش التعليق ديالكم انا كنقراها كامله. هادشي اللي كاين، بخليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. وفرجه ممتعه. في المقادير غادي ندير هنا بيضتين او جوج بيضات. غادي نديرو كاس لاروب ديال السكر وغنضربو مزيان تيندمج لينا هذاك السكر مع البيض. وغادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت، تقدروا تعملوا غير نص كاس الا بغيتوا. غادي نضيفوا كاس لاروب ديال الحليب، يكون فيه الخل او لا الحليب رايب او لا اللبن، واحد من هادو. والمكون السحري ديالنا اللي معنا اليوم هو كوكا كولا ولا المناضه. غناخذ منها غير هذا القياس، هذا تقريبا نص كاس. يعني ناخذ داك الغاز ديالها هو اللي يخلي لينا هذاك الكيك مهوي وكيجي فشفش وكيجي رائع. ما كتحسوش بالمذاق ديالها ولا شي حاجه، ولكن كتساعد ان الكيك ديالكم ينجح 100%. طبعا هنا زدت واحد 2 معالق ديال الكاكاو المر باش ما ننساش. طبعا كاين اللي غيقول لي راه ماشي صحيه، راه هذا ولكن راه نتوما كتشربوها مباشره ماشي كتعملوها في الكيك يعني، وما كتقولوا حتى شي حاجه. ما كتقولوش راه ماشي صحيه وراه ما خصهاش تكون. ما كاينش شي دار مغربيه ما كتدخلش المناضه للدار. سيرتو كوكا كولا يعني كان صراحه كيشربوها الوليدات، كيشربوها الكبار والصغار، وخا هي ما خصهاش تشرب يعني شي حاجه اللي غير صحيه. ولكن مره الا بغيتو تعملوا في الكيك عملوا غير نص كاس في الكيك، كيجي صراحه خطير. وما تخافوا حتى شي حاجه. راه انا هاد الكيكه هادي كنت عملتها شحال من عام دابا. كنت عملت كيكه كبيره بالشكلاط وعملت فيها المناضه. واليوم ملي بغيت ندير المادلين لوليداتي ونتفكر عندي المناضه في الثلاجه ونتفكر هذيك الكيكه كانت جات خطيره الصراحه رائعه، قلت راه نعملها في المادلين اللي مالا. المهم هنا ضفت 2 كيسان ديال الدقيق و2 معالق ولا بليتو 2 خمارات الحلوى. ولا عندكم الخماره بالعبار بحال اللي عندي انا، الخميره بالعبار كناخذها بالعبار، غتاخذوا معلقه كبيره منها. وهنا غادي ندير لي بيبي شوكولا، ديروا القياس اللي بغيتو تكثروا على هكا كثروا اللي يعجبكم. انا عملت غير شويه باش داك شويه اللي غادي يبقى غادي نزوق به من الفوق. صافي كندخل هذيك لي بيبي شوكولا في العجين ديالي غير بسباتيو بحال هكا كما كتشوفوا. وها هو العجين، هي العجينه ديالنا واجده. كناخذوا هذاك المول الخاص بالمادلين كندير فيه كويغطات وكندير فيه العجينه ديالي ومن بعد غادي نحط هاد المادلين ديالي في الفريغو الوقت اللي غادي نحط
هادوك لي ميني كيك في الفران. يعني انا هنا شاعله الفران كيسخن، غادي ندخل، ما غاديش ندخل المضلين هادو، غندخل هادوك لي ميني كيك الفران، وهادو يعني غيبقاو في الفريغو الوقت اللي داك الميني كيك كيطيب. يعني هذا واحد السر من اسرار المضلين باش كيجي هكاك مبوق وكيجي طالع وزوين. يعني ديروه في الفريغو قبل ما تدخلوه الفران، وملي تدخلوه الفران غتشعلو من الفوق ومن التحت. انا كنهضر على الفران ديال الغاز حيت هو اللي عندي. كنطيب كنشعل عليه من الفوق ومن التحت، كيجي المضلين خطير يعني شكلا ومذاقا، كيجي رائع رائع. دابا ملي كتعملوه في الفريغو كتدخلوهم تقريبا واحد ثلث ساعه في الفريغو كيكونوا، اولا ربع ساعه. هذاك لو شوك اللي كيوقع بين البروده والسخونيه ديال الفران كيخلي هذيك المضلينه تطلع وتجيبهم من الفوق وتعطي الشكل اللي هو فعلي كيكون في المخابز، كيكون رائع. هنا عندي شويه ديال الشكلاط الابيض درتو، ودرت هذوك لي بيبي شوكولا من الفوق. صافي كما قلت لكم غادي ندخلو الفريغو. هنا غادي ناخذ هذوك لي مول وغندهنهم بشويه ديال الزبيده، وزدت حتى شويه ديال الطحين الا بغيتو. انا عملت غير الزبده، وغادي نعمل الجنجلان، داك الجنجلان الابيض باش يعطيني كيجي مزيون هو مع الحاجه كحله. يعني انا غادي ندير الكيك كحل، دونك غادي ندير هذاك الجنجلان الابيض باش يعطيني شكيل مزيون، وحتى نفس الوقت كيعطي حتى المذاق مزيون. ايوا غادي نفرغ هذاك بقيه العجين اللي بقات عندي. جات هي هذيك، يعني درت 10 ديال هاد الميني كيك و 12 ديال لي مادلين، يعني تبارك الله 22 قطعه ديال الكيك. صراحه بجوج بيضات، شي حاجه اللي ماشي غير اقتصاديه وصافي. وممكن تستغناو الا ما بغيتوش ديروا المنظم، ممكن تستغناو عليها، يعني ماشي مشكل، ماشي زعما نقولوا ضروريه، ولكن كاين واحد شويه د الفرق الا درتوها ولا ما درتوهاش. يعني كتعطي صراحه كيك اللي خطير. ولكن الا ما عملتوهاش ماشي مشكل، غيجيكم كيك اللي حتى هو غادي يجي زوين. غير هو كنبغي نشارك معكم الحاجات اللي هما شويه بيزار، شويه يعني ما عمركم ما جربتوهم. هذاك الشيء باش كنبغي نشاركهم معكم، جربوهم حتى نتوما. صافي هذا هو هادو هما الميني كيك من بعد ما ديموليتهم كما كيجيو بحال هكذا. وهادو لي مادلين ملي خرجتهم من الفران شوفوا كيف كيجي الشكل ديالهم، منفوخين كيجيو من الفوق وواحد الشكل اللي مزيون بزاف. وطبعا المذاق ما نهضروش عليه، كيجي المذاق خطير وما فيهمش زعما شي مكونات اللي هما واو، يعني مكونات عاديين جدا، ما فيهم لا شوكولا غيش لا عادي، كاكاو وسكر ودقيق والزيت والحليب، وما فيهمش شي حاجه اللي هي ما كايناش. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كيك اللي وجدنا اليوم، اولا المادلين والميني كيك اللي وجدنا. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلا لايك كما قلت لكم. نتلاقى معكم فيديو اخر، السلام عليكم.